Ciao carissimo carissima, bentornati in un nuovo video. اهلا بيكم في فيديو جديد من برنامجنا فاتشلي وقناتنا مبارك كون سارة. طبعا زي ما انتم ملاحظين صوتي متدمر من البرد، وعشان كده جات لي فكرة ان انا اعمل حلقتنا النهاردة بخصوص البرد، ويعني ايه برد ويعني ايه كحة، وازاي اقول له الدكتور عندي كحة عندي برد وهكذا. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني معاكم سارة البحيري وننسينيانتي دي إيطاليانو دا 10 anni بدرس ايطالي بقالي 10 سنين. E anche ho fatto il mio canale 3 anni, quasi 3 anni fa، بقالي 3 سنين عاملة قناتي على اليوتيوب. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشير لكل اصحابكم عشان يستفيدوا معانا في حلقة النهاردة، لانها مهمة جدا ودي اكتر حاجة بنتعرض لها اليومين دول. اول حاجة بقى معايا النهاردة io ho il raffreddore. ho il raffreddore يعني انا عندي برد، اسمه il raffreddore. ممكن اقول كمان ايو الانفلونزا اللي هي الانفلونزا. تمام. عندي كمان الكحة اسمها لا توسي يعني الكحة، فبقول ايو لا توسي عندي كحة. طيب الفيربو منها بقى اسمه توسيري يعني كحة. طيب io ho la tosse così si chiama o la tosse secca يعني كحة ناشفة اللي هي بتحسها بتجرح كده في الزور وهي طالعة. عندي كمان لما كحتي بتبقى وحشة بقول io ho una brutta tosse يعني كحتي وحشة، اللي هو بكح كتير كحة صعبة كده اسمها io ho una brutta tosse. وفي نوع تاني من الكحة اللي هي o la tosse grassa يعني كحة عليها كده فيها بلغم، ما حد بيبقى عنده بلغم على صدره. لو بقى زي حالتي كده دلوقتي سوري عندي بلغم على الصدر اسمها io ho il catarro يعني في بلغم على الصدر. كمان بير النازو كويستا سي كياما نازو، الأنف اسمها نازو، فأنا عايزة أقول أنا مناخيري مكتمة أو عندي زكام اسمها او النازو كيوزو. مناخيري كلمة كيوزو الصفة بتاعت كيودر يقفل، فمعناها مقفولة اللي هي المقصود مكتمة. io ho il naso chiuso. اما بقى لو حد تاني مناخيره مش مكتمة، لا دي سايحة مع نفسها كده، اسمها ميكولا النازو يعني ما مش عارفة اسيطر عليها خلاص. اوكي عندي كمان كلمة سخونية بقى، يعني لو مثلا حد درجة حرارته عالية بيقول io ho la febbre يعني la temperatura è alta، درجة الحرارة اسمها la temperatura è alta يعني عالية، فبقول io ho la febbre. دايما بصرف فيربو avere على حسب انا بقى بوصف حالتي انا ولا حالتك انت ولا حالة مثلا ابني او بنتي او عموما، فببدأ اصرف فيربو avere على حسب الفاعل. ففيربو avere زي ما احنا عارفين تصريفاته io ho، tu hai، lui lei ha، noi abbiamo، voi avete loro hanno. يعني انا عندي انت عندك هو عنده. طبعا خدناه قبل كده ما ترجمتهوش وانا بقوله دلوقتي، بس اكيد الناس اللي متابعاني شافت الحلقه دي وتقدروا تتفرجوا عليها تاني. وابدا احط الكلمه بقى اولا فيبري عندي سخونيه، اولا توسي عندي كحه، او مثلا الرافريدوري عندي برد وهكذا. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا بحلقه النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وانتظروني في حلقه جديده. alla prossima، ciao ciao.